بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي كبسولة رياضية. طبعا أول حاجة هتكلم فيها عن محمد صلاح والحملة الشرسة، حملة التهريج، الحملة السخيفة على لاعب دولي، لاعب محترف، لاعب مصري، لاعب سطر من التاريخ لم يصل إليه أي لاعب مصري سابق، ولا 50 سنة كمان هيصل لهذا المستوى أي لاعب مصري آخر. فالكلام عن إصابة محمد صلاح وادعاء الإصابة وكل الكلام الفارغ، بالعكس، لو أي حد محترف، أي حد عنده ثقافة رياضية، إن محمد صلاح تعامل مع إصابته بكل احترافية. محمد صلاح لو بتاع شو إعلامي كان ممكن حول اللقطة لأفلام، إن يقع ويتشقلب والجهاز الطبي ينزل ومحمد صلاح ويبكي ويعيط ويعمل إنه مصاب بشكل ومش عايز يطلع لكن ده أساليب اللعيبة اللي نقدر نقول عليها بتمثل أو يعني، لكن ده لاعب محترف، لاعب بروفيشنال، لاعب حس ان في اصابة، لاعب خبرة. يا جماعة اي لعيب بيحس بنفسه في اصابات معينة، عارف ان هو استحالة يقدر يكمل، خلفية، ضمة، شد، حاجات معروفة مش هياخد عليها بينج ويلعب. محمد صلاح لو يعرف ان هو يقدر يلعب ولو دقيقة زيادة او 5 دقايق زيادة كان قعد وصبر، لكن الراجل بكل حزم وكل احترافية اشتكى من الإصابة وطلب التغيير. فكل الكلام السخيف، كل هذا الكلام على جنب. نيجي بقى للكلام الصحيح. وللأسف مستوى منتخب مصر في المباراتين مع موزمبيق وغانا ادى فرصة للهرتلة الإعلامية، ادى فرصة لكل من هب ودب انه يتكلم، ولكن للأسف الكل بيتكلم عن مستوى مصر، عن مستوى اللعيبة، على الخطة، على التشكيل، على الاختيارات، ولكن محدش اتكلم في النقطة اللي احنا بنتكلم فيها ومحذرين منها وقايلينها من سنين. يا جماعة النجاح له مقومات، النجاح له علامات. أول حاجة هنتكلم فيها ولا حد خد باله منها، الرطوبة، وقال لك الرطوبة عالية واللعيبة والإجهاد وكذا وكذا. طب حد درس؟ حد عرف إن البطولة هتتلعب في كوت ديفوار، إن البلد دي عالية، إن البلد دي نسبة الرطوبة عالية، إن اللعيبة في وضع معين بعد الدقيقة كام أو في الشوط الأول أو هل حد درس؟ هل حد راح؟ هل حد قدر يعمل معايشة ويقول ان الفريق لازم يروح ويقعد في مدة زمنية كذا ويتعود على الجو او انا شايف فيتوريا نفسه حتى واقف على الخط هيتخنق، لانه عدم الاعداد الصحيح بيؤدي الى النتائج اللي احنا شايفينها. منتخب مصر لاعب ملاوي ولاعب مش عارف فرق ومنتخبات ضعيفة. للأسف فيتوريا واقف على الخط منبهر، مزبهل، مرعوب. ايه مستوى موزمبيق ده، وايه مستوى غانا ده، وازاي انا اتعامل معاهم؟ لانه معاش التجربة، لانه لو كان في احتكاك قوي للمنتخب ومباريات اعداد قوي مع منتخبات شبيهة كان قدر ومر بنفس المواقف وقدر يحلها. منتخب مصر يا جماعة أنا نفسي حد يطلع لي جملة واحدة تكتيكية متفق عليها، سواء في الضربات الثابتة، سواء في الكورنر، سواء في الملعب.
حد شاف جملة؟ احنا التعادلات دي هدايا من السماء. جون غانا الأول هدية من السماء، غلطة من الفريق بتاع غانا المدافع، رجعها مرموش خدها جاب جون. الجون التاني احنا شفنا. فمفيش جملة تكتيكية متفق عليها. يبقى أصبح أول حاجة التحضير للبطولة بالكامل، ويتحمل الخطأ ويتحمل المسؤولية اتحاد الكورة. نمرة 2 الإعداد للمباريات ذهنيا وبدنيا وخططيا وتكتيكيا، ويتحمل هذا الموضوع والمسؤولية المدير الفني للمنتخب. فأصبح هو ده السبب إن المنظومة فاشلة. منظومة الكرة المصرية فاشلة. المشكلة مش في النني، ولا إن يلاعب مروان عطية، ولا 4-2-3-1 ولا 4-3-3 ولا. المشكلة في المنظومة. أقل فريق في المنتخبات الإفريقية عنده بال20 و30 لاعب محترف، حتى لو أندية درجة تانية ودرجة تالتة، بس عايش جو الاحتراف. لا يهمه برد، ولا يهمه سيول، ولا يهمه رطوبة، ولا يهمه أمطار، لأنه لاعب محترف. يا جماعة الخير، بكرة كلنا هندعي إن نكسب الراس الأخضر، كاف فيردي ولا بيسموه إيه، وإن إحنا نوصل وننسى كل اللي فات، ونقعد نبص في مباريات الدور الثاني. هنلاعب مين؟ هنلاعب كونغو، ولا هنلاعب زامبيا، ولا هنقع مع المغرب، ونقعد ندور على إن مين هيلعب ومين مش هيلعب. لكن المنظومة كلها فاشلة. وأنا متأكد لو وصلنا أدوار تانية يا هنهلل ونرقص ونفرح. لو ما وصلنا هنقعد نقول ده فلان هرب، ده محمد صلاح، ده النني، ده مش عارف ايه، ونحمل الأخطاء على ناس وعلى أشخاص. ولكن سواء كسبنا سواء خسرنا، لازم نشوف المنظومة، ونراجع حساباتنا، ونراجع طرق اختياراتنا للمديرين الفنيين، طرق اختياراتنا للاعيبة، نشوف الدوري بتاعنا الفاشل، نشوف ملاعبنا الفاشلة، نشوف إخراجنا الفاشل، نشوف معلقيننا الفاشلين. كل ده لازم نعيد الحسابات فيه. وأهم نقطة، إزاي نقدر نعيد الجماهير للملاعب المصرية. وهو ده أهم حاجة علشان تقدر تسوق لدوري قوي، وتقدر تعمل منتخب قوي. مش هتكلم في مباراة بكرة والتشكيل والتغيير. الفرقة هياها، لو هيعدل في مركز أو مركزين، ونفس الفكر ونفس التكتيك ونفس اللعب، والباقي على الدعاء إن مصر تكسب وتعدي دور المجموعات. كل الشكر لمتابعي كبسولة رياضية. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وللحديث بقية.